يا مساء الخير. على واحد من الفيديوهات اللي اتكلمنا فيها على المعلم صبري نخنوخ جالي تعليق من التعليقات اللي حبيت اعرضها، يمكن حد يتعلم ويمكن حد يفهم ويمكن حد يلاقي حل. التعليق كان، مش هقول اسم طبعا الراجل اللي علق، بس انا هعرضه كمان على الفيديو. وكان بيقول انتم بتستخفوا بعقول البشر، بتقولوا على حاجات اصغر عيل في مصر عارفها من 50 سنة. مش شيء مضحك جدا انكم محسسيننا ان اول مره تكتشفوا حدوث هذا افقع عرض وقتل وخطف وسرقه وتهريب وتجاره اعضاء وغيره. كل ده حاصل من سنين ولسه بيحصل كل يوم، بس الفرق ان نخنوخ لعب مع حد من الكبار، لعب مع الكبار وحب يعيش الدور، وطبعا خلوه عبره زي مرتضى قبل كده وغيره. يا ترى مين بقى نخنوخ الجديد؟ الحقيقه التعليق ده بيدل، ان ده اللي بيدل على ان في حاله من عدم الثقه في بعض، عند بعض الشعب. هذه الحاله من عدم الثقه طبعا لها موروث كبير وتاريخ طويل علشان توصل لهذه المرحله من عدم الثقه، ولكن في الفتره الاخيره تراءى لي ان واحده من اهم الاسباب في عدم الثقه دي هي الاعلام والوجوه الاعلاميه اللي يشوبها نوع من انواع الغباء الاعلامي. فالحقيقه ان الاعلاميين بيطبلوا بسبب وبدون سبب. يعني انا لما عملت الفيديو عن البنت هدير الله يرحمها اللي توفت، انا كنتش هعمل فيديو، انا عملت الفيديو عشان لما استفزيت من طريقه ريهام سعيد وهي بتتكلم البنت المصابه. البنت المصابه اللي انضربت في الحادثه، يعني صاحبتها ماتت وهي انضربت اتكسرت في الحادثه، فبتكلمها فتقول لها لا ده البنت هي اللي كانت سايقه، فتقول لها اصل انت بتقولي انا الموضوع في ثانيه لثانيه وانت ما خدتيش بالك، لان بيان الداخليه هو المصدق بالنسبه، طبعا بيان الداخليه مصدق وكل حاجه، هو مصدق وبيقول ان الولد اللي كان سايق، تقول لها لا البنت اللي كانت سايقه، فتحلق عليها من كل ناحيه. فالطريقه اللي بتعملها ريهام سعيد وغيرها من الاعلاميين، وطبعا معظمهم طلع قالوا نفس الكلام، تحسسك ان هي عندها تعليمات بان الموضوع يمشي كده. هي طبعا لا عندها تعليمات ولا حاجه، لان النيابه بعد القصه دي، بعد الكلام دوت بساعه واحده، طلعت بيان وقالت ان البنت اللي كانت سايقه. انما ليه احنا يعني سيب البت مصابه الضحيه، سيبيها تتكلم، سيبيها تعبر عن رايها. ليه نحاول نقفل ونحاول نمشي الموضوع في طريق معين؟ ليه؟ ليه؟ ليه هذا؟ ليه هذا ال هذا الاعلام الرديء؟ يعني ليه هذا التوجه الغير صحيح؟ يعني ليه من حسسش الناس ان لها حقوق؟ طريقتنا دي او طريقتكم دي يعني بتحسس الناس ان هم ما عندهمش اي حمايه في المجتمع، ما لهمش اي قيمه في المجتمع. اي حد ممكن يجي يقتل عيل من عيالي، يقتل واد من، يقتلنا شخصيا وخلاص، ادام من الكبار خلاص، ادام معاه حبه فلوس خلاص. فهذا الاداء الرديء الحقيقه بيخلي فيه فجوه كبيره جدا جدا بين الشعب وبين الحكومه، بل احيانا بيكره الشعب في الحكومه. تلاقي واحد زي الاستاذ خالد ابو بكر يقعد يكلمك عن القيم والمبادئ، ولما يجي يترافع عن محمد الخشن عشان هياخد له اتعاب بالملايين، يقول لك لا ده محمد الخشن ده راجل يعني ما فيش منه، احنا ما عندناش 40 مليار، احنا عندنا 12 مليار بس، ده دول فوائد وعمولات. ال 12 مليار بقوا 40 مليار، الفوائد وصلتهم ل 40 مليار، وبالتالي دي فوائد يعني ما شاء الله سنين. والاستاذ محمد الخشن المفروض او غيره او اي رجل اعمال بياخد الفلوس دي علشان يشغلها، مش عشان يعيش العيشه اللي هم مصدرين لها. خلي بالك برضه الناس ما بتروحش تدور، ده هم اللي مصدرين الحياه دي للناس، طياره خاصه وبيصوروا وينزلوها على السوشيال ميديا، وعامل برنامج لمراته اللي مش عارف ايه اللي عملها مذيعه، وطريقه حياه معينه، وفي الاخر نعرف ان الفلوس دي كلها فلوسنا. الفلوس دي كلها فلوس الشعب، وانتوا عايشين عشان مصدرها لنا ومحسسنا ان احنا مش قادرين نعيش. فالحقيقه دوت في منتهى يعني منتهى الاداء الحقير من الاعلام. يعني فالناس لما بتعلق كده عندها حق. واحده من فيديوهات اللي هو وليد السيسي اللي بيخش، اللي هو كان ماسك في المخدرات وبيعمل محتوى ان هو بيقول الحاجات اللي حصلت علشان يعرف الناس قد ايه الشرطه بتتعب، وفي نفس الوقت كمان يحذر الناس من اخطار المخدرات. والمحتوى محتوى محترم، وهو بيقول ان هو عمل المحتوى دوت علشان
في الاول محتوى توعوي، وفي نفس الوقت كمان يقرب الناس، بيعرفوا ان وزاره الداخليه والشرطه بيعملوا مجهود عشان يحموا الناس. والحقيقه ان الداخليه اصلهم برضه في الاخر والجيش هم ولادنا واخواتنا ولاد عمنا، يعني مفيش حد غريب يعني. فواحده من فيديوهاته بيقولوا ان هم كانوا في اليوب طالعين بيعملوا ضبطيه او ماموريه لضبط واحد من بتوع تجار المخدرات، وكانوا في رمضان والمفروض راح الظهر، والراجل اتاخر. المرشد اللي عندهم قال لا لسه، ده الراجل خايف، ده في عربيه، المهم يعني اتاخروا، فالعصر هيدن، فدخلوا مسجد على الطريق كده يصلوا العصر، ولا ده انسب مكان يستخبوا فيه. سوبت 4 مخبرين بره يراقبوا الدنيا، وهم بقى كل المأموريه كلها 13 14 واحد قاعدين جوه في المسجد. فالراجل خلصوا الصلاه، طب يلا يا جماعه عشان معلش هنقفل، قال لهم معلش بس ادينا نص ساعه كمان وبتاع. طبعا كلهم متخفيين، لابسين جلاليب ولابسين ترنجات، مش باين ان هم ظباط يعني. طيب يا جماعه نص ساعه ما يجراش حاجه، مش مشكله. وبعدين نص ساعه قال لهم يا جماعه معلش لازم اقفل بقى عشان اتوكل على الله، عايز اروح وعندي مشاكل وبتاع. فاضطروا يقولوا لا والله ده احنا ايه ظباط. فالراجل مش مصدق، فاشوف كرنيهاتكم، شاف الكرنيهات، فخلاص قعد معاه. هم طبعا خايفين بعد ما قالوا له خايفين ان هو يمشي، ممكن يطلع قريب الراجل، كلها عزبه واحده وكلها حاجه صغيره. فقال لهم طب بس بقى هستاذنكم، بس هكلم ابني في البيت، علشان بس طبعا مش عايزين يتكلم في التليفون علشان ما يتلاقوش عليا يعني. فاتصل بابنه وقال له خلاص يا ابني انا ايه ان شاء الله هدن واصلي المغرب واجي، ما لا انا بس عندي مشوار ومش عارف إيه. المهم الراجل تاجر المخدرات ما عملش التسليم غير ساعه صلاه المغرب. اول ما المغرب قال الله اكبر، المرشد كلمهم قال لهم ده هو طلع الحاجه. جريوا هوب هوب امسك امسك وبتاع، وبقيه الناس جريت راحت جابت التاجر من البيت وبتاع. عبال ما لموا الظبطيه ولموا العيال وبتاع كانت نص ساعه من المغرب عدت. راجعين بيباركوا لبعض وخلاص متشكرين، وهم قبل المغرب راحوا وجابوا عصير وميه عشان يفطروا، وجابوا الراجل بتاع المسجد معاهم، عامل مسجد عادي يعني راجل بسيط وراجل جميل. عبال ما رجعوا لا الراجل قال يا باشوات والله ما انتم ماشيين غير لما تفطروا. لا يا عم نفطر ايه كتر 13 14 واحد مأمورية 13 14 واحد. قال لهم لا والله ابن الراجل جاي وجايب لهم الفطار اللي كان عياله هيفطروه، حلة رز وحلة لوبيا وفرخة على حد قولي اللي هو وليد السيسي. الراجل لما لقى ناس بتشتغل بجد ولقى ناس بتعمل مجهود بجد وشافهم قاعدين ورايحين جايين وبيسمعوا تمام ومش عارف ايه، ولقى ناس بتشتغل بجد، بعد جاب اللقمه اللي هياكلها هو وعياله واداها لهم عن طيب نيه. وليد السيسي نفسه بيقول والله احلى فطار فطرناه في حياتنا، رغم ان كل واحد كانت حاجه بسيطه يعني، والراجل عامل هو وعياله اللي عيالين 3 وهو ومراته فرخه 13 14 واحد ياكل فرخه يعني، كل واحد ياخد حته، وهم كلوا علشان يجبروا بخاطر الراجل ما يحسوش ان هو ايه مش عايزين ياكلوا. بيحلف الراجل ان هي احلى لقمه كلوها في حياتهم. ليه؟ لانها متقدمها لهم بحب. هنا الراجل توحد مع الحكومه في ان هو لقى الناس دي بتدافع عنه، ناس بتأمنه، ناس خايفه عليه. فاحنا لو وصلنا للمرحله دي من الحقيقه والاعلام المحترم اللي بيتكلم بمنطق ومش بيطبل على كل حاجه، ومش كل قرار بيعمله رئيس الجمهوريه يبقى هو احسن قرار في ما فيش كده يا جماعه، ما فيش ملائكه. كل بني ادم فيه مساوي وفيه عيوب. رئيس الوزراء عنده مشاكل وفي قرارات كتيره غلط، وفي سياسات نقديه غلط، وفي سياسات انفاقيه غلط، في مشاكل ومش كل واحد بيعمل حاجات صح. فبلاش نطبل على كل حاجه، لان في مشاكل، انت عندك مشاكل اقتصاديه ومش عندك بس في العالم كله، بس انت عندك بزياده شويه بسبب السياسات، وبالتالي لازم نعرف الشعب عشان يتوحد مع الوطن ومع الحكومه، ما يكرههاش. بطلوا الاداء الحقير ده في الاعلام، لان الناس فعلا بدات تزهق، مش بدات الناس فعلا زهقت. ارجو ان حد يسمع ويفهم. اشكركم على حسن المتابعه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود، ودول كلمتين من القلب.